كنت في استراليا، فالاطفال بيقولوا لي هو ليه يسوع، هو مش يسوع ده ربنا؟ قلت لهم قالوا لي ولما ربنا نزل الارض السماء كانت فاضيه؟ قلت لهم لا، لان ربنا بيملك كل مكان يعني. فقالوا لي وربنا اتصلب؟ ده كل ده عيال صغيره، ولما ربنا اتصلب الناس كانت واقفه بتتفرج على ربنا وهو بيتصلب؟ والحكايه ملخبطه معاهم خالص. فازاي بقى السماء كانت ربنا فيها وهو هنا معانا على الارض؟ قلت لهم لا، دي بسيطه قوي. مش انتوا في استراليا وانا بروح فين؟ امريكا. وساعات مثلا مارلي تبعت لي جواب وتقول لي يا ابونا انا بحبك قوي يا ابونا، فانا اخد الجواب واقول مارلي بتحبني، مارلي بتحبني. يقولوا لي عرفت منين؟ اقول لهم اصل الكلام بتاع مارلي طلع من مخ مارلي، اتحط في ورقه وكتبته في الورقه دي وبعتته لاخر الدنيا، فانا مسكت الورقه حسيت بكلام مارلي وبأحاسيس مارلي وقلت طبعا مارلي بتحبني. وكلام اللي كان في دماغ مارلي دي لما طلع منها فضل فيها ولا اتقطع منها؟ قالوا لي لا، لسه في دماغها. قلت لهم حلو قوي. مين يسوع بقى؟ كلمة الله، كلمة منه. فالكلمة منه خدت شكل بني آدم وجت في وسطينا ولمسناه وقال لنا أنا بحبكم. لما يقول أنا بحبكم يبقى مين اللي بيقول؟ قالوا لي ربنا. قلت لهم خلاص، يبقى هو ربنا اللي بعت لنا، اللي ظهر في الجسد علشان يقول لنا إن هو بيحبنا ونقدر نلمسه. يعني لازم نعلم الولاد إن يسوع هو الإله الخالق، نقول لهم معجزات اللي هي فيها فعلا حاجة تحسسهم بأن الله هو الخالق. لما نيجي نحكي حكايات الكتاب المقدس ما تقعدش تقرأ، حاول تخلي فيه imagination للحكاية.